الاهلي مش بس محتاج مدرب، الاهلي محتاج لعيبه رجاله. انت بتعمل ايه؟ طب ازاي ده كابتن فريق؟ مفيش روح عند اللعيبه خالص، اللعيبه بتلعب علشان الفلوس. والله العظيم حرام، والله حرام. انت عارف يعني ايه تبقى لاعب 5 ماتشات جايب منهم 6 نقاط؟ يحصل كارثه. الإدارة عارفة إن الفرق بتيجي ضد الأهلي وترجع تدافع. طب أنت لما اشتريتش لاعيبة مهارية، يعني مثلا زيزو وتريزيجيه، أنت عارف وأنا عارف وهو عارف إن زيزو وتريزيجيه مش مهاريين، أنتوا بتشتريهم ليه طيب؟ أما محمد شريف أنا مش بشوفه طول المباراة، ولما بشوفه بيضيع فرصة عبيطة زي دي. استلام من كوكا، بصه بينيه خطيره، الكره بطول محمد شريف والتصويب. نروح للصخرة الدبابة اليو ديانج، مش بيعرف يباص، مش بيعرف يشوط، مش بيعرف يعمل أي حاجة، حتى تدخلاته عنيفة لدرجة إنه هو اللي سبب لنا في البلنتي. نروح لأحسن وأكتر واحد يرجع الكرة لورا في الدنيا كلها، مروان عطية. نفسي أعرف ليه هو أي كرة يمسكها يرجعها لورا. نروح للأسطورة طاهر محمد طاهر. أنا مش هقول لك حاول تظبط مثلا الشوطة المباصية، لا يا اسطى، حاول تتعلم كرة القدم أصلا. يا اسطى أنت مش بتعرف تعمل حاجة في حياتك غير إنك بتتكلم بالفرنساوي. أما كوكا أنا نفسي أعرف الواسطة اللي خلتك تلعب كرة القدم مش اللي خلتك تلعب في الأهلي يا اسطى. أما أحمد رمضان بيكهام، يا اسطى غير اسمك، غير اسمك وبعدين أبقى أتكلم عليك. وكده نبقى خلصنا الفيديو. لو عاوزنا نعمل جزء تاني اعمل لايك ومتابعة. سلام.